اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. رجع لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات مطبخ توتة. النهاردة هنكمل مع بعض روتين تاني يوم المحشي. عايزة اقول لكم بقى انه كان اتفضل معايا ورق كرنب، وكنت عايزين نعمل وجبة لطيفة كده ومن غير لحوم. هنعمل مع بعض اكله حلوه. احنا طلعنا زي ما انتم شايفين، اول حاجه عملتها طبعا كوبايه الشاي الاخضر، وبعد كده هنعمل مع بعض الغدا. طلعنا مع بعض شوربه بشيلها في الفريزر كده لاي وقت مش هعمل فيه لحمه او فراخ. فدي شوربه لحمه، انا مش بحب اشيل شوربه الفراخ، بشيل شوربه اللحمه على طول. فطلعت كده كيس، وطلعت كيس لبن كمان علشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض يعني. بس قبل اي حاجه صلي على الرسول وحطي لي اللايك، وما تنسيش دعم ليا وللقناه. هنا بقى كده طلعت كيس لحمه مفرومه وهنعمله، هنعصجه مع بعض. حطيت بصل خليتها تدبل، وبعد كده نزلت عليها اللحمه المفرومه غيرت لونها، ورحت حاطه فيها معلقه هريسه مش حاره، هريسه فلفل رومي فلفل رومي احمر، وحطيت واحدة فلفلة كده خضرة رومي بردك، وهحط لها طماطمايه متقطعة كده مكعبات صغيرة. ده كله واحنا شغالين على النار. وطبعا يلا هنتبلها مع بعض: ملح، فلفل، اللهم صل على سيدنا محمد. الحاجة الحلوة قوي في ال في ال يعني في اللحمة المفرومة السبع بهارات والقرفة، بتبقى جميلة جدا 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 في اللحمة المفرومة. جربيها هتعجبك. هنعمل مع بعض صينية رقاق خطيرة مع حلة المحشي اللي هنحشيها مع بعض الصغيرة اللي باقية من المحشي بتاع امبارح، من الفيديو اللي فات يعني. معايا هنا كوباية شوربة، وعليها كوباية لبن، عليها معلقتين زبدة بلدي، تمام، زبدة بقري يعني. ومعايا هنا بردك بصوا انا يعني الشوربه كده سخنت. طفيت النار وحطيت الصينيه اللي انا هعمل فيها مكان العين اللي هي مش مولعه، بس خدت سخونه العين كده، تمام، عشان الزبده تسيح. هنا بقى همسك الرقاق بتاعي هبله كده بالشوربه واللبن والزبده. طبعا انا مش هحط بقى كده ما بين كل راق وراق زبده. خلاص انا هكتفي بان انا هسقيها. طبعا هتقولي لي دي بصي ورقه مكسره، هقول لكم مش هتفرق، كله هيلحم على بعضه وهيبقى زي الفل زي ما انتم شايفين اهوت. هعمل بقى كده، هعمله هسقيه. هعمل 3 رقاقات تحت، وهحط اللحمه. انا عملت كده 3 رقاقات، وهحط اللحمه، وهرجع اعمل 3 رقاقات فوق زي ما انتم شايفين كده، خطوه خطوه. بصوا خلاص خلصنا الصينيه بتاعتنا. حاجه كده في منتهى الشياكه، كانت شكلها روعه بصراحه اول ما طلعت من الفرن وكان طعمها جميل جدا. حطيت بقى بصوا اتفضل بتاع ربع كوبايه كده شوربه باللبن بالزبده، حطيتها على الوش. ومش يعني لو هتحطيها في الفرن على طول ما تحطيش سمنه. انا علشان سبتها شويه على ما حشيت حله ال حله الكرنب يعني فطبعا ايه لونها غير يعني يعني نشفت، فرحت حاطه لها معلقه سمنه. بس كده، ده زي ما انتم شايفين بقى كده البوتاجاز بتاعي اتبهدل من ان انا يعني من اللي انا عملته، فرحت ايه مظبطاه تاني. غسلته غسله خفيفه كده وخلاص. وهنا بقى كده بغسل المواعين بردك، المواعين اللي انا استخدمتها. طبعا انا قبل ما اعمل اي حاجه لازم المطبخ بيكون متشطب وما فيهوش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. بشطف بقى المواعين بتاعتي اللي انا استخدمتها، بس ما مش يعني مش هعمل حاجه تانية. ويلا هنطلع الكرومب وهنشوف هنعمل ايه. بص انا سبتها ركنتها على جنب اهيت صينيه الرقاق، وده الكرومب اللي كان فاضل مني من امبارح، من الفيديو اللي فات يعني. ده تاني يوم على طول من الفيديو اللي فات. بس كده بصوا بوريكم ان المحشي بيبقى عامل زي الملبسه الصغننه كده، يعني بيبقى صغير كده. طبعا حشيتها وانا واقفه كده، كانت سهله جدا، خلصتها على طول.
عشان هي ما كملتش الحله، يعني هو يا دوبك نص الحله كده، هتتفضل شويه خلطه. رحت حاطه عليها، يعني عملت 3 فلفلات كده، وسخنت الشوربه وحطيتها. والشوربه طبعا ما يعني تسيبيها لغايه ما اخر سطر دوت ما يكونش عليه شوربه. حطيت السمنه في الوش اهوت، وزي ما انتوا شايفين بصوا شكله، حطيته في الفرن وشكله تحفه. المحشي بتاعنا طلع، والرقاق بتاعنا قطعناه والحمد لله كلنا وزي الفل. ده الشاي بقى بتاعنا. عملت لجوزي شاي اخضر، وانا عملت ليا شاي ليبتون. والحمد لله كده. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. فيديو خفيف كده وظريف. لو عايزين اي حاجة قولولي في الكومنتات. وارجع لكم فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.